تصوروا معايا تعرض على شي واحد بوحدو وانت موجد وداير غير بحسابه هو وجد داكشي اللي كتب الله. هاد الشخص هذا عزيز عليك وفرحان بالمجيء ديالو لعندك لبيتك، واحد شويه دق الباب حليتي لقيتيه ماشي بوحدو، جايب معاه الاسره ديالو كامله. بالله عليك كيفاش غادي تكون ردة الفعل ديالك؟ هادشي اللي وقع لجابر بن عبد الله رضي الله عنه، هو صحابي جليل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقع هادشي في غزوه الخندق، فاش عرض على النبي صلى الله عليه وسلم انه يجي ياكل معاه في البيت ديالو. فالا بغيتي تعرف علاش وكيفاش، جيب شي حويجه شربها وتبع معايا حتى للتالي. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: فاش كنا كنحفروا الخندق طحنا في واحد الحجره ما بغاش تهرس 3 ايام وحنا كنهرسوا فيها، عينا معها حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وتناول المعول وضربها بيده الشريفه فتفتت بحال ما عمرها كانت. تصوروا معايا 3 ايام هما بالجوع ما عندهم ما ياكلوا، حتى شفت البطن ديال النبي صلى الله عليه وسلم خلات بقوه الجوع، قوه اللي ما كلاش. قال: فانكفأت الى امرأتي، يعني رجعت لعند الزوجه ديالي، قلت لها: واش عندك شي حاجه في البيت، شي حاجه ديال الماكله نقدموها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فاني رايت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، يعني جوعا شديدا. جات هي خرجت له واحد الوعاء ديال الجلد فيه صاع من شعير، وقالت له: عندنا هاد البهيمه داجن، شات او ماعز صغيره. تيقول جابر: جبتها وذبحتها، ومراتي طحنات داك الكيلو ديال الشعير او الصاع ديال الشعير، رداتو قمح وخبزاتو. قال: بعد ما ذبحت الشات وقطعتها درتها في البرمه الطيب ورجعت لعند النبي صلى الله عليه وسلم. انا راجع وهي تقول لي، قالت له: ما تفضحنيش مع رسول الله واللي معاه، يعني قولها له بوحدو. قال لها: واخا. كيقول جابر: رجعت لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فساررته، يعني قلتها له بالسر. قال له: يا رسول الله إن قد ذبحنا بهيمه، ذبحنا واحد الشات صغيره وطحنت واحد الصاع ديال الشعير ووجدت لك الاكل، اجي بوحدك ولا زدتي معك شي واحد ولا جوج؟ مازال ما كملش كلامه تيتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصاح رسول الله وقال: يا اهل الخندق ان جابرا قد صنع لكم سورا. السور هذه كلمه فارسيه، هو الطعام الكثير اللي كيقدموه في الاعراس، كيكون بوفر. فحي هلا بكم، مرحبا بكم. من فيكم اللي غادي يقول ما كانش على النبي صلى الله عليه وسلم انه يدير بحال هكا، غادي يتحرج الراجل ويتحرج مراته وداك الطعام ما يكفي حتى شي واحد، غادي نقول لك رد البال، هذا راه رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي انا ولا انت. هذا الكلام سحبه. ومن غير هذا الشيء ما تزربش، انت غادي تعرف البقيه ديال القصه. جا الصحابي تزير وتحرج لانه عارف داك الشيء اللي في البيت ما غاديش يكفي الجيش كامل اللي فيه المهاجرين والانصار. النبي صلى الله عليه وسلم حس به، جا وقال له: ارجع للبيت ما تنزلش البرمه على النار، قول لها ما تخبش داك الخبز حتى نجي. رجع جابر عند الزوجه ديالو اللي وصاته في الاول، قال لها: راه النبي صلى الله عليه وسلم جاي وما جايش بوحدو، جايب الجيش كامل. قالت له: يا قلت لك ما تفضحنيش مع النبي صلى الله عليه وسلم واللي معاه، شنو درتي دابا؟ لمن غادي يكفي هذا الشيء؟ جا هو قال لها: داك الشيء اللي قلتي ليه هو اللي قلت له بالضبط، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: جابر عرض عليكم وقال لي نسبقوا للدار نقول لك ما تخبزيش وما تحطيش وما توضعيش البرمه على النار. هو هكا وصل النبي صلى الله عليه وسلم كيتقدم الجيش، جا وصل عطاوه العجين، جا هو تفل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بريقه المبارك وتفل في البرمه ودعا بالبركه، وقال لها: جيبي لي تخبز معك هذا الخبز. شنو كيعني هذا الكلام؟ ان هذاك العجين غادي يكثر وغادي يكون عندك ثمار، جيب لي تعاونك. وقال لهم يتردوا الخبز ويسقيو من البرمه، يهزوا منها المرقه واللحم ويحطوا في الاناء، يسقيو من البرمه المرقه واللحم وما ينزلوهاش. داكشي اللي كان. في حديث واحد اخر النبي صلى الله عليه وسلم كان كيترد بيديه ويسقي بيديه ويقدم للجنود. كيقول جابر: فاقسم بالله لا اكلوا حتى شبعوا، خلاو داكشي ورجعوا، وكان بهم 1000 رجل. والعجيب ان العجين مازال كيف ما كان والبرمه مازال مليئه باللحم كيف ما كانت. فشبع كل شيء ومشاو بحالهم. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: كلي من هذا واهدي فان الناس اصابتهم مجاعه. قال لها: كلي من هذا الشيء واعطي للناس راه غادي يكفيهم. وكان ذاك الوقت وقت مجاعه. سبحان الله، هذه معجزه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فعندك تمشي دير بحاله، يعرض عليك شي حد وتم جاي وجايب معك الناس، الا لا كنتي غادي تجيب معك الماكله على برا. وصلنا لاخر الحلقه، ما تخليوش عندكم، نشوف حلقه مقبله باذن الله. سلام عليكم.